عمرك سألت نفسك هو ليه بنقلق رغم إن ربنا موجود؟ ليه بنخاف من بكرة وإحنا عارفين إن كل شيء بإيده سبحانه؟ يمكن لأننا بنقول توكلت على الله، لكن جوانا لسه متعلقين بالنتيجة. النهاردة هنتكلم عن معنى التوكل الحقيقي، مش بالكلام لكن بالقلب. التوكل مش إنك تقعد وتستنى، مش إنك تعمل كل حاجة وتنسى ربنا. التوكل هو إنك تعمل كل اللي عليك بإتقان، وقلبك مطمن إن ربنا هيدبرها أحسن منك. ربنا بيقول في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. يعني كفاية عليك ربنا. لو ربنا حسبك، مين هيضرك ومين هيضيعك؟ في آية في القرآن الكريم بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. يعني خد القرار واسعى، اعزم وبعدها سيبها على الله. التوكل مش إنك تسيب الأسباب، لكن إنك ما تعتمدش عليها اعتماد كلي. يعني يكون في وسط بين الاتنين، ما يفرقش صح بينهم غير المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا عن التوكل على الله لما قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال هنا. الطير بيخرج بيدور على رزقه، ما بيقعدش في عشه مستني، لكن قلبه مطمن إن رزقه جاي. يمكن اللي معطل فرجك مش الظروف لكن خوفك. يمكن اللي مانع راحتك مش المشكلة لكن تعلقك بالنتيجة. جرب تقول من قلبك: يا رب أنا عملت اللي عليا والباقي عليك، وساعتها هتحس إن الحمل خف وإن الطمأنينة دخلت قلبك. اللهم إني أسلمت أمري إليك وفوضت شأني إليك. اللهم ارزقني قلبا متوكلا عليك حق التوكل، مطمئنا بقضائك راضيا بقدرك، واثقا أن اختيارك لي خير من اختياري لنفسي. يا رب دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، واكفني بحولك وقوتك، واجعلني من عبادك المتوكلين الذين أحببتهم. آمين يا رب العالمين. يعني لو قلقان توكل، لو محتار توكل، ولو خايف توكل. مادام ربنا موجود يبقى مفيش حاجة تستاهل الخوف. ودي كانت رسالتنا النهاردة من رسائل هدى. كان معاكم هدى عبد الله. استنونا في رسالة جديدة. دمتم بخير.